وصفتنا لليوم بلح الشام بطريقة جدا سهلة وجدا لذيذة مقرمشة، لازم تجربوها وتعتمدوها. احتجت لكوب ونص من الدقيق مع ملعقة كبيرة من النشا وأقلبها، وفي قدر على النار حنزل كوب وربع من الموية مع ربع كوب من الزيت، ملعقة كبيرة من السكر ورشة من الملح. حقلبها لحد ما تبدأ تغلي، حضيف عليها الدقيق وأوطي عليها النار وأبدأ أقلبها لحد ما أوصل لهذا القوام، وأرفعها على النار وأنزلها في الزبدية عشان تبرد تماما. وبعدها احتجت لي 3 بيض، أضفت عليها رشة من الفانيلا، نص ملعقة صغيرة من الخل الأبيض وأقلبها. هبدأ أنزلها على العجينة وأخلطها لحد ما أوصل لهذا القوام. هعبيها في الأكياس وأبدأ أقليها في زيت غزير يكون بارد، وبعدها حشغل عليها النار وأقلبها باستمرار لحد ما أوصل لهذا اللون الذهبي. أرفعها وأقدمها مع الشيرة. ما أحكي لكم قد إيش مقرمشة، وبالعافية عليكم، لازم تجربوها.